علاش؟ ندعي لك في كل صلاة. ربي يحفظك وربي ينورك وربي يجازيك ان شاء الله. صلاة ان شاء الله. ربي يقويك حتى انتيا وربي. بنت امور، بنت كما نقولوا 6 عروض زواج في اسبوع واحد. ما كانش من هذه اول مره نسمعها انا. قسما بالله يا دكتور وهذاك المصح صح شني ما انا قاضته. علاه؟ مانيش عارف. 6 عروض زواج. والله 6 عروض في اسبوع، كل يوم تجيني واحده. كاين ناس معايا في العمل كانوش يشوفوا فيا. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله يا دكتور تخيل يا شيخ حتى كي نروح لدارنا كل يوم عادوا يستناو دارنا كل يوم كي تجي من الخدمه نزيهم يقولوا لي كاش خبر راك جايبتنا خبر. حتى شهريتي كي جات هاد الخطره ياك كلات منها العائله ووفرت باه نجي وفهمت الشيخ ما طاحت فيها البركه شهريه تاعك. العلي العظيم اللهم لك الحمد. بارك الله فيك. ما ننساش خيرك. لا والله ما درنا غير الواجب وانت راكي اختي وعلى راسي. والهديه بعد العطله تجي ان شاء الله. الهديه ان شاء الله والله يا شيخ. من هديه انا حابه يا شيخ والله صراحه معناها انا والله كي ترتاحي لي والخطوه تاعك عزاز وشقيتي من بلاصه بعيده وجيتي هنا انا كي ترتاحي على الاقل نقول اللهم لك الحمد. ما شقاتش باطل برك. هو الشفاء بيد ربي فقط نحن نجتهد فقط مع المريض والشفاء الله عز وجل. اللي ارتاح من عند ربي واللي مازال مريض ذلك الله عز وجل اخر الشفاء ويقدم الشفاء كما شاء. أما الهدية أختي أنا الهدية كي ترتاح أختي والله لا نريد جزاء ولا شكر. نقرأ القرآن كيما كنت قادر ترتاحي عند أي إنسان فقط نحن بالإخلاص بين الله عز وجل والاجتهاد. وأول مرة تجيني واحدة يعني وجهها منور هكا وتحكي بفرح. والله الحمد لله الشيخ ما تحس الصراحة من أول جلسة مع ما رحت للدار اليوم ما خدمتش جيت هنا وغدوة من ذاك أنا حسيت بالراحة وأصلا من قبل كانت عندي راحة مع ما دخلت. مهم جات عروض قوية. عروض قوية في أسبوع واحد وشني وهذه العروض معناها خليها بجانب لأني ما مش عارف جانب تاع زواج تردد في ديك فهمتني الشيخ هذا تردد مانيش عارفة منين تردد ليا أنا. اما شهريتي ما انا حسيت روحي صح. انا اصلا ما كملتش معك واليوم بربي ان شاء الله راح نكمل معك. انا بس نصارح اختي انا اصلا قلت لك تبراي 50%. احسنت جيد جدا. انا قلت لك بربي ان شاء الله راكي ارتحتي حتى 50 60 70% بس راني ما زلت ما كملتش معك. وهذا بهت البريبوك ثاني بعد العطله نعاود نجي. ايه مرحبا باختي. ندير الحجامه ونعاود. هو العلاج هذا ديما ماهوش رقيه واحده ترتاحي. كون جا واحد خلاف في بلاصتك كان يقول اللهم لك الحمد وما يرجعش للرقي. كان يقول له الحمد لله ما رجعش للرقي. ولكن هو الاستمرار في الرقي هو الشفاء. جلسة 2 3 بربي إن شاء الله تصبح أختي سليمة صافية كالدمعة بإذن الله. بإذن الله. بصح قادر واحد جلسة واحدة قادر ما تكفيش حتى ويخرج العارض من البدن هذا لا يعني أنك شفيت لأنه هذاك الخبيث كان في البدن يعقد يربط يدير لابد من استمرار في الرقية جلسة وحتى المريض يجتهد في البيت باه يتنقى كامل بمعنى داخل البدن وخارج البدن. انت ان شاء الله بربي يفتح لك الابواب كل الابواب ان شاء الله كل الابواب سواء الماديه ولا الاجتماعيه. خلاص ربي يجازيك ان شاء الله. زيد وش باقي في البدن ان شاء الله.